وتاني يوم الصبح ألبرتو بيقرر يجرب الموتوسيكل اللي صنعوه، ولوكا كان متوتر جدا، لكن ألبرتو طمنه وقال له ان التجربة هتكون رائعة رغم ان الموتوسيكل اتكسر في الاخر. فبيقرروا يصنعوا واحد جديد بدل اللي اتدمر. وفي نفس الوقت اهل لوكا بيلاحظوا انه مبقاش يروح الشغل كل يوم زي العادة، فبيتبعوه وبيكتشفوا انه بيطلع لسطح المية. بعدها بيقول ألبرتو المرة دي لازم نجرب الموتوسيكل سوا، وفعلا بيركبوا عليه وبينطلقوا بيه بسرعة لحد ما بيطيروا في السما وسط الطيور. وبعدها بيقعدوا جنب البحر، وبالليل بيتفرجوا سوا على السما والنجوم بتلمع فوقهم. ولوكا بيسأل ايه الحاجات اللي بتنور دي، فبيرد ألبرتو دي سمك صغير بيطير في السما، والنجمة الكبيرة دي انا لمستها مرة. فضحك لوكا وبيرد عليه وبيقول له ياه حياتك ممتعة اكتر من حياتي بكتير، انا عمري ما رحت لاي مكان، انا بس بحلم بالاماكن دي. فقال له ألبرتو بس انت هنا دلوقتي. فرد عليه لوكا وقال له لولاك ما كنت شفت ولا عشت اي حاجة من الحاجات دي. بعدها سأله لوكا وقال له عمرك دخلت مدينة البشر قبل كده؟ فقال له ألبرتو لا بس بابا حكالي عنها كتير. فقال له لوكا انت محظوظ بوالدك. وبعد لحظة سكوت لوكا قال تخيل لو كان عندنا موتوسيكل حقيقي. وبينام لوكا في المكان وبيحلم انه لمس النجمة الكبيرة، وبيصحى مفزوع وبيرجع جري على بيته اللي تحت المية.